الأرثوذكسية في مصر استقبلت شيخ اسمه أحمد رجب على ما أظن. والشيخ ده دخل وقعد يوعظ لنا في الكنيسة، فأنا حابة أرد على الفيديو ده وأتكلم، والفيديو ده بعنوان كهنة الساعة الأخيرة. طيب، أول حاجة عايزين نتكلم عليها إنه الكنيسة في آخر الأيام، يعني طوبى للكنيسة اللي تقدر تصبر للمنتهى، طوبى للكنيسة اللي تقدر تخلص ناس من قبضة إبليس، طوبى للكنيسة اللي تقدر تجيب نفوس ممكن تروح للهلاك. فخلينا نشوف الأول الفيديو ونتكلم على نقطة في الفيديو ده. طيب، الكنيسة ده الكاهن جايبين شيخ للكنيسة ومدخلينه الكنيسة اللي هو بيت الرب الإله يسوع المسيح، ومدخلين شيخ عشان يدينا عظة بمناسبة العذراء مريم. يعني هو احنا الكهنة عندنا خلصوا خالص، مش لاقيين كاهن يعمل عظة، فجايبين شيخ عشان يتكلم عن العذراء مريم. أنهي عذراء مريم هو بيتكلم عليها؟ طيب، خلينا ناخد طبعا اجزاء من الكلام اللي هو بيقوله. احنا عارفين طبعا ان الاسلام عباده شيطانيه، وعارفين ان القران وعباده وثنيه، وعارفين ان كاتب القران هو ابليس. فانتوا بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا على الشعب؟ انا عايزه اعرف. انا ده كلامي موجه للكهنه والمسؤولين او الاسقف المسؤول عن الكنيسه دي. هو انتوا بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على الشعب ولا بتضحكوا على نفسكم؟ طيب، تعاليم كلها والكلام اللي هيقوله الشيخ، لو انتوا فعلا سمعتوا الشيخ بيقول ايه والاسقف حلل الفيديو وشاف الشيخ ده كان بيقول ايه، مضاد طبعا لتعاليمنا. ده مقطع من فيديو انا شفته للاسف وسمعته للانسانه دي، وما اعرفش مين هي ولا اعرف ايه شخصيتها ولا اعرف ايه صفاتها عشان تتكلم بالطريقه دي عن الاخوه المسيحيين اللي عشنا مع بعض وهنعيش مع بعض الى ان يرث الله الارض ومن عليها في سلام وحب. طب انت بتتكلمي بصفتك مين؟ انت مين انت عشان تتكلمي وتقولي يا شعب ومش يا شعب؟ اي شعب بتقصديه؟ اي شعب اللي بتتكلمي عنه؟ طول عمرنا شعب واحد، طول عمرنا عايشين على ارض واحده. العماير اللي ورايا دي والبيوت اللي ورايا دي اتحداكي لو فرقتي ما بين بيت مسلم او بيت مسيحي، كلنا عايشين مع بعض في سلام، كلنا عايشين مع بعض في حب. انت عايزه تعملي كراهيه بيننا وبين بعض ليه؟ انت ليه عايزه تعملي فتنه بيننا وبين بعض؟ انا هتكلم كمواطن مصري بصرف النظر عن ان انا مسلم او مسيحي. انا عندي 52 سنه، عشت في بلد قرية بسيطة اسمها الشيخ زياد في محافظة المنيا. عشت لحد النهاردة ما اعرفش اللي على يميني او اللي على شمالي او اللي ورايا او اللي قدامي مسلم او مسيحي، من كتر حبنا لبعض وكتر ترابطنا مع بعض. والدي الله يرحمه كان عايش في البلد دي وكان بيعلم فيها القرآن ويعلم فيها القراية والكتابة في كتاب، واللي يعرفني معرفة شخصية يعرف انا ابن مين ومين. يعرف والدي الله يرحمه عاش في البلد دي، خادم للبلد دي، عمره ما فرق ما بين مسلم او مسيحي. ولذلك يوم ما والدي توفى الله يرحمه كنا ماشيين كلنا في الجنازه كتف في كتف، ما عرفناش مين المسلم ومين المسيحي. اكتر ناس حزنوا على ابويا الله يرحمه الشيخ محمود الاخوه المسيحيين اللي اتربوا على ايده وعاشوا في البلد دي على ايده وتعلموا على ايده كل حاجه حلوه. على مستوى العمل بالنسبه لي انا بتعامل مع 5000 طالب او اكتر. اتحدى نفسي واتحدى الطلبه لو انا اعرف مين المسلم والمسيحي، من كتر حبنا لبعض وترابطنا ببعض بطريقه الحمد لله رب العالمين بنحسد نفسنا عليها. مصر هتفضل
منفوذة، وهتفضل طول عمرها عايشة في سلام طول ما انت بعيد عننا بفكرك وسمك اللي عايز تزرعيه في وسطنا. انا دخلت الكنيسة اكتر من مرة، وتعاملت مع الاخوة المسيحيين في الكنيسة اكتر من مرة في حزنهم وفي فرحهم. حضرت نص اكليل وحضرت اكليل وحضرت مناسبات في الكنيسة، ودخلت والناس رحبوا بينا، وطول عمرنا عايشين مع بعض في سلام. في رمضان القساوسة والإخوة الأفاضل المسيحيين بيعملوا موائد لرحمن للمسلمين، وبنروح نقعد مع بعض وكلنا نفطر مع بعض إيد واحدة في المناسبات كلنا مع بعض، الشيخ مع القسيس، البابا مع الشيخ الأزهر. هنفضل طول عمرنا في سلام، بس بعيد عننا بسمك وفكرك الغلط اللي للأسف عمره ما يمثل المسيحيين وعمره ما يمثل تراب أرض البلد دي. طول عمرنا بنشارك بعض أعيادنا وأفراحنا وأحزاننا، هتيجي أنت تفرقينا بكلامك المفزع وكلامك المرهب ده؟ للأسف أنت ما تمثليش أي حد على وجه الأرض من الإخوة المسيحيين. طول عمرنا مع بعض بنشارك بعض وبنهادي بعض وبنعيد على بعض في أعيادنا. أول ناس كانوا بيدخلوا علينا البيت وعلى والدي الله يرحمه القسيس أو الكاهن اللي حضرتك بتتكلمي عنه، إن هو إزاي يدخل مسلم أو يدخل شيخ الكنيسة وبيرحب بشيخ في الكنيسة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الرؤساء بيدخلوا كنائس في الأعياد بيعيدوا على الإخوة المسيحيين، وبنشارك الإخوة المسيحيين أفراحهم وأعيادهم في الكنيسة. هتيجي أنت تفرقي ما بيننا وما بين بعض؟ طول عمرنا ما فرقناش ولا هنتفرق عن بعض مهما كان ومهما كان اللي هيحرض على كده. حضرتك للأسف أكبر دليل على الفتنة اللي ممكن تزرع ما بين الشعب المصري. الشعب المصري هيفضل طول عمره كيان واحد وإيد واحد، مفيش فرق ما بين مسيحي ومسلم أو مسلم ومسيحي. كل الأديان السماوية بتحترم بعضها، الدين الإسلامي بيحترم الدين المسيحي ويحترم الدين اليهودي. كل الرسل والأنبياء والكتب السماوية بتحترم بعض. ما تجيش انت بتتكلمي عن دين إسلامي أو عن دين مسيحي أو عن أي دين من الأديان بالطريقة دي. أنا مش هتناول اللي حضرتك قلتيه في الفيديو بتاعك من تطاول على الدين الإسلامي وعلى الكتب السماوية وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا أكبر بكتير كشعب مصري إن احنا نرد على واحدة زيك. للأسف حضرتك مثال سيء للفتنة، حضرتك سم لو انتشر بين الشعب المصري والله ما هتقوم للشعب المصري قومة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل حب المصريين لبعض، حب المصريين لبعض، حب المصريين لبعض وخوفهم على بعض، عمرك ما هتوصلي لغرضك الدنيء اللي انت عايزة توصلي له بزرع الفتنة بكلامك وسمك ده. ربنا يحفظ مصر وشعب مصر، ربنا يحفظ مصر وشعب مصر، مسلم ومسيحي، مسيحي أو مسلم، وهنفضل طول عمرنا إيد واحدة وشعب واحد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل حبنا لبعض. وتحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم.